السلام عليكم شباب بنات، رجعت لكم فيديو جديد وقصة جديدة. أنا علاوي. قبل لا نبدأ المقطع انزل حط لايك واشتراك حتى يشجعني استمر، ويلا نفوت بالقصة. قصتنا اليوم عن سفينة غريبة طلعت من عمق المحيط، طلعت من العدم وسوت كارثة. لما طلعت اكو صياد كان يصيد سمك على الساحل، فجأة سمع صوت بوق كلش قوي هز المحيط وهز الساحل. ما عرف منين هذا المصدر مال بوق. الناس اجتمعوا وواحد ظل يسأل الثاني وظلوا يخمنون شنو هذا المصدر مال صوت. وفجأة طلعت السفينة من العدم، سفينة هزت البحر كلش ضخمة وكبيرة وتحمل بضاعة قديمة. الناس انتظروا هاي السفينة توصل على الساحل حتى يعرفون شنو ببطنها وشنو قصتها. ولما وصلت السفينة كانت الكارثة هنا. لما وصلت السفينة الناس ظلوا يفتشون بها ويتخمنون شنو مصدرها. لقوا بضاعة مكتوب عليها تاريخ قديم، وانصدموا كذلك لما عرفوا التاريخ مال هاي السفينة. سفينة كانت مختفية بعقود كلش قديمة، عقود ماضية. لما بحثوا بتاريخ هاي الشركة التابعة للسفينة، عرفوا انه هاي السفينة مفقودة منذ عقود قديمة. بس الناس انصدمت شلون طلعت هاي السفينة. واثناء تخمينهم والتكهنات عن هاي السفينة ومصدرها، ظهر رجل غريب يتجول فوق السفينة، فوق سطحها. هذا الرجال كان يلبس ملابس قديمة تابعة للماضي، ملابس كانت كلش قديمة. وهذا الرجال لما حاولوا يتقربون منه ويسألونه حتى يجاوبهم، فجأة اختفى. ورجع منين ما اجى. السفينة بقت، لكن لما اختفى هذا الرجال وما جاوبوا على اسئلتهم، ترك وراء اساطير وحكايات وتساؤلات عن تاريخ هاي البلدة. وصارت هاي السفينة مصدر الهام العديد من الناس، وصارت الناس تجيها من البعيد حتى يعرفون ويشوفون هاي الاسطورة العجيبة اللي اختفت وظهرت من العدم. صارت هاي السفينة تاريخ لا يجزأ من حضارة وثقافة هاي البلدة. وبس. اللي وصلت الفيديو، اذا عجبتكم القصة وعجبتكم الحكاية حطوا لي لايك واشتراك حتى تشجعوني استمر، واشوفكم على خير بفيديو ثاني.